السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة عسل وتابل. ان شاء الله يا ربي تكونوا الكل بخير. قبل ما نبداو الفيديو نصليو على الرسول عليه الصلاه والسلام ونبداو الفيديو تاعنا تاع اليوم. بسم الله. اليوم البنات حضرت كعك رخامي والله العظيم كلاوه في سهره واحده تالمو كان بنين. المكونات اللي نحتاجوها 4 بيضات، كاس زيت، كاس حليب، كاس سكر، 2 كيسان فرينه، ملعقتين كبار تاع بودره الكاكاو، ملعقه صغيره تاع الفانيليا والقليل من الملح. هادو هما المكونات تاعنا. وبيان سور ما نساوش كيس تاع الخميره الكيميائيه. انا حطيت البيض، السكر، الفانيليا، وحركت مليح مليح حتى ولا الخليط تاعي باللون هذا اللي راكم تشوفوا فيه. من احسن البيض يكون بدرجه حراره الغرفه. انا زدت الكاس تاع الحليب والكاس تاع الزيت، نزيد نحرك شويه ولا نخلط شويه ديما بالضراب الكهربائي. ضفت الكيس تاع الخميره الكيميائيه ورايحه نضيف 2 كيسان تاع الفرينه. الكيسان تاع الفرينه بيان سور يكونوا معمرين مليح، الاحسن نفوتوهم هكا في الصفايه. ونكمل نحرك المكونات مع بعضها. الخليط هذا درك راح نقسمه على 2، جزء راح يكون شويه اكبر من الجزء الثاني، يعني بشويه تكون الكميه في اناء اكثر من الاناء الاخر، والكميه اللي شويه تكون اقل راح نضيف لها الملعقتين الكبار تاع بودره الكاكاو. نحركها مليح ونجيب بلاطو ولا المول اللي نديرو فيه الكعك اللي يكون بالطريقه هذه. حطيت فيه كميه تاع الزيت، رشيته مليح بالفرينه، تقدروا تحطوا من تحت ورق الطهي اذا حبيتوا. ونبدا نحط في العجينه تاعي بالطريقه هذه. اول حاجه حطيت العجينه البيضاء هذيك اللي ما فيهاش بودره الكاكاو، ونبدا نضيف بالطريقه هذه. نحط جيب الشوكولا ونزيد البيض حتى نخلص، ندير فيها خطوط كيما هك ونحطها طيب على درجه حراره 170 درجه. ما تحلوش عليها الفرن لانها تفسد لكم، ونخليها حتى طيب لي باللون هذا. وهنا يكون الكعك الرخامي تاعي طابلي. نخليه يبرد شويه في المول ومن بعد رايحه نحيه من المول ونقطعوه كما قلت لكم. يجي بزاف هايل. تحبوا تكلاصيوه من الفوق من الشوكولا ولا تخليوه كما راه. هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يا ربي ينال اعجابكم. اذا عجبكم ما تنساوش خليوا لي لايك وشاركوا في القناه. سلام.